السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة مطبخ سيا وفي فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم كما قاعدين تشوفوا حنكملوا نزينوا لي تغطيات اللي عملناها في الفيديو السابق. حنعملوا هي كلمة واحدة، ولكن حنعملوا واحدة مذاق فراولة، وواحدة نعملوها بالاكستري تاع الجوز. لهنا الكلمة تاعنا سهلة. مش عندنا كاس تاع حليب 250 مليلتر، وكاس تاع كريمة سائلة. نخلط المكونات مع بعضهم هذوما في زوز. بعديك نضيف لهم زوج عظمات. هنا العظام يعني تكون كاملة، مش الاصفر وحده، وانما عظمة كاملة. ونكملوا نخلطوا. في الكمية هذه انا ضفت مغرف تاع اكل سكر، يعني مغرف مليانة. اللي حابة الحلاوة يعني بزايد تزيد حتى زوز مغارف، لانهم بعديك حنستعملوا بودرة شونتي يعني كما عم بانا بلي راهي حلوة. لهنا عندي زوز هنا عندي 4 مغارف تاع نشا، 4 مغارف نشا تاع اكل. وعندي كمية لاباس بها من الفاني، لانه عم بانا البيض باه تروح لنا يعني ريحة تاع البيض هذيك. نخلط المكونات مليح مع بعضها. يعني بعديك نحطوها على نار متوسطة حتى تتماسك الكريمة. وكي نحيوها من النار يعني نحطوا لها مغرف تاع اكل زبدة. هنا كيما قاعدين تشوفوا مازلنا نحركوا فيها حتى النشا هذاك يذوب مليح في الحليب وفي الكريمة السائلة. وهنا هذه ملعقة الزبدة كي طيب لنا الكريمة باه نحطها. لهنا الكريمة نتحصلوا لها بالقوام هدايا، لازم تكون يعني متماسكة مليح. الآن نضيف لها ملعقة الأكل تاع الزبدة ونخلطه مليح. بعديك الكريمة تاعنا نحطوها في طبق ونغلفوها، يعني تكون تغليف يعني ملامس للسطح باه ما تعملش القشرة هذيك. نحطوها في الثلاجة حتى تبرد خلاص، يعني حتى لمدة 4 سوايع، ومن بعديك باه نكملو نخدمو بها. هنا واش حنعملو، نديو كاس تاع بودرة شونتي، لازم كاس يكون مليان. ونخلطوه. تحبي كاس نقص منه شوي، نفس الكاس اللي كيلتي به بودرة شونتي هو نفسه اللي تكيلي به. تحبي الماء ولا الحليب؟ انايا هنا استعملت الماء. ومن بعد نضربوها بالمضرب الكهربائي حتى تطلع معنا بودرة شونتي مليح، حتى تطلع معنا. يعني كيما قاعدين تشوفوا لازم تكون متماسكة مليح. لهنا واش حنعمل، بودرة الكريمة تاع شونتي هذه اللي طلعناها حنقسمها على 2، والكريمة ايضا اللي طيبناها بيلا حنقسمها على 2. كاين نصف حنحط فيه الاكسترا تاع الفراز، والنص الاخر تاع الجوز
كما قلت بقيلة يعني كريمة واحدة، ولكن حنكها ب يعني حنتحصلوا على زوز كريمات. هنا كما قاعدين تشوفوا الكريمة تاعنا بعد ما بردت خلاص، لهنا قسمتها. لهنا حنحط عطر الجوز، هذه حنزينها بالموز. وعندي الاخرى حنحط لها عطر الفراولة. يعني عطر الفراولة حيكون يعني ذوق ولون. كاين وحيد يمدوا غير الذوق فقط وما يعملوش اللون. انا لهنا الكريمه حتجينا باللون الوردي. هذه الكريمه الاولى بعد ما خلطنا يعني الكريمه مع بودره شونتي وزدنا عليها معطر الجوز. نكملوا نضربوهم مليح بالمضرب الكهربائي حتى تحصلوا على بالشكل هذاك اللي شفتوه. وهذا النصف الثاني. لهنا عطر الفراولة يعني بنفس الطريقة نزيدو نضربو بالمضرب الكهربائي حتى نتحصلوا على الكريمة تاعنا كما قاعدين تشوفوا. ولهنا نبداو التزيين، يعني ما نخليوهاش الكريمة لا تبرد لا حتجي حتجينا متماسكة. هادو هما اللي تحويلات تاعنا اللي طيبناهم. عملت زوز اشكال لهنا كما قاعدين تشوفوا. حتى طوعنا في العمل حتجي يعني على الكيف. الآن نزينو بالكريمة الأخرى اللي حطينا لها الجوز. بعد ما نكملو يعني نحطو الكريمة في اللي تاخدات تاعنا كل نزينو بالفواكه. تاع الفراز حطيت لها نصف حبة تاع فراز والاخرى حطيت لها موز. بعديك نعملو الوحدة تاعنا الفواكه تاعنا بالجولي من الفوق. والاخرى حطيت لها الكريمه تاع الشوكولا اللي كنت خدمتها في ليزيكلير كما قاعدين تشوفوا. يعني تجي المذاق تاع الكريمه هذه اكتر من رائع. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. نذكركم انكم تعملوا اشتراك للقناه وايضا بارطاجيو رابط القناه مع العائله ومع الاصدقاء. ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.